شوفوا شلون دا تطلع. معي كوب طحين يعني كيلو. ملح، كوب ماء دافي أضيف له ملعقة أكل سكر، ملعقة أكل خميرة. الخميرة جهزت، نضيفها للطحين، نبتدي نعجن. ثاني كوب ماء. أخذت من عندي 5 كوب ماء، أخمرها 40 دقيقة وأرجع لكم. نبتدي نشنك، نريح العجين مالتنا كم دقيقة. سنجي للبيتزا اوفن مالتنا، فيها بيتزا ستون، اوكي هيتر من جوا وهيتر من فوق. نعلقهم على اعلى شيء الجوا والتحت، يكون مكتوب توب هيتر وبارم هيتر. البيتزا اوفن صارت جاهزة، هسه راح نبدي نخبز بيها. نفتح القرصة مالتنا، كملت الخبزة مالتنا، شوفوا شلون طلعت. نكمل الكمية كلها. هاي خليت عليها زبدة مثومة. راح اسويها بيتزا، اخلي بيتزا صوص، موتزاريلا تشيز، هاي خليت عليها زيت زيتون وفيلا تشيز. خلصنا كل الشغل اللي سويته اليوم بالبيتزا اوفن. سويت هنا خبز بالفيلا تشيز وزيت الزيتون، هنا سويت بيتزا، وهنا سويت خبز بزبدة مثومة، وهاي ايضا فيلا تشيز غير نوع، وهذا خبز عادي. سووها اوردر، راح تعجبكم كلش، راح ترتاحون عليها، وكلش سهلة بالاستعمال. هاي هم فيلا تشيز وزيت زيتون. اتمنى تكون عجبتكم الماشين، البيتزا اوفن والطريقة، ونشوفكم ان شاء الله بوصفات ثانية. Accomplished. I made all these type of breads with the pizza oven that I got. I will be posting the link for the pizza oven so you guys can order. It's amazing, it's easy, it's very simple, and the results are amazing. I made regular bread, I made pizza, I made bread with feta cheese and olive, and I made here bread with garlic butter. It's amazing. You guys get it. It's just absolutely something very nice to have at home.